تعالوا ناخدكم في مغامرة جديدة في شارع وينجت خلف نادي القضاء جزارة خالد البوريدي، من أقدم محلات الجزارة في اسكندرية اللي بتقدم أجود أنواع اللحوم. وحبينا نعرف بقى عن الجزارة واللحمة وأنواعها وتسويتها كتجربة جديدة. وهناك بقى بيعملوا كل حاجة عندهم ني، وعندهم تسوية بكل أنواعها، وقلنا ندخل نشوف بقى مراحل تقطيع اللحمة. وكل قطعة لحمة ليها خواص مختلفة عن التانية، ودي بيفرق طبعا السن ونوع التغذية المرعى يعني بتاعها وبيفرق. ونيجي بقى لعرقوب الضاني، الحتة اللي بيطلع منها العكاوي بتبقى حتة صغيرة كده بعظم فيها لحم ودهون، ودي أنسب حاجة طاجن وبتطبخ مع الخضار كمان وطعمها جامد جدا. ونيجي بقى للريش الضاني، ودي بقى تاخدها في الفرن أو على الشواية على طول وتدعيلي. ميكس رهيب قوي بين اللحمة والدهن في الريش، بصراحة طعمها لذيذ جدا. عند البوريدي التسوية بكل أنواعها، عايز في طاجن أو في الرز أو في خضار أو مشوية، كل اللي تحبه البوريدي بيعمله. ولحم بقى الفخدة ده طبعا بيتعمل في طاجن الخضار آخر روعة، طعمها حكاية فخدة ضاني على أبوه. ولا المخاصي يا عيني عليها مع لحمة الموزة الضاني. البوريدي اللحمة عنده 10/10. واللحمة المفرومة بتتعمل قدامك وينزل عليها بالملح والبصل والتوابل الحلوة، ويعمل منها سياخ الكفتة ويصبعها طبق عشان تاخدها على الجاهز. غير انهم عندهم تسويه برضه، وعندهم كمان عيش بلحمه حكايه، واحد عيش بلحمه يلكم، ولا ستيك اللحمه هو بيتقطع ده بقى فن الشوي يا جماعه. ونيجي بقى المحبوب الجماهير، العرق الفيليتو، هو بيتشفى ويتفتح ويتقطع شرايح، ودي اقل حته فيها دهون كلها لحم، وتتقطع شرايح كبيره جدا. روعه الروعه، جمال ودلال، شكلها جامد جدا. والراجل ينزل عليها بظهر الساطور يبططها ويخليها شرايح رفيعه جدا للشوي او للفرن، حاجه اللهم صل على النبي. واللحم المكعبات صافي ومفيش دهن وحاجه ما شاء الله. البوريدي بيقدم لحمه عظمه، اعلى واضمن جوده عند خالد البوريدي. وحبينا نسال بقى حبه اسئله. بدأت هنا من محل من 25 سنة، لكنها مهنة متوارثة عن الآباء والأجداد. واللي يميزنا الحمد لله الجودة والنظافة والأمانة. عندنا برام لحمة وبرام رز وبرام عكاوي وعيش باللحمة وعيش بالسجق. لحد فين التليفون؟ بنوصل لحد بحري لحد المعمورة. بجد بنشكر ستاف جزارة خالد البوريدي على حسن استقبالهم لينا، ولنا نعرض تجربتنا ونعرف الناس باللحمة وأنواعها. كانت مغامرة رائعة، ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جيه.